تخيل في السبعينات كان إنتاج المزرعة نص اللي ممكن يطلع النهارده بنفس المساحة تقريبا. إيه بقى اللي حصل في ال30 سنة اللي فاتوا وخلى إنتاج الدواجن يقفز بالشكل ده؟ أنا المهندس سيد عيسى وجاي أفيدك في مجال الدواجن. إحنا اتكلمنا قبل كده ليه الدواجن صناعة أساسية في الاقتصاد. النهارده هناخد خطوة لورا ونشوف الرحلة اللي الصناعة دي مرت بيها من زمان لحد النهارده والتطور اللي غير في شكلها. لو رجعنا 40 أو 50 سنة كنا بنتكلم عن تربية الدواجن في عنابر بسيطة، تهوية طبيعية، إضاءة محدودة، أعلاف بدائية. الانتاج وقتها كان معتمد بنسبه كبيره على خبره المربى واحيانا على الحظ. دلوقتي المشهد مختلف تماما، دخلنا عصر الاوتوميتد سيستم، عنابر مجهزه بتهويه وتدفئه وتبريد اوتوماتيكي، نظم اضاءه مدروسه بدقه علشان تحافظ على معدل انتاج ثابت، واعلاف محسوبه بالجرام على حسب عمر الطائر. التطور مش بس في المعدات، حتى السلالات نفسها اتطورت. برامج تربيه وانتقاء وراثي قدرت تخلق سلالات تدي انتاج بيض او لحم اعلى وتتحمل ظروف بيئيه اصعب. والاهم من كل ده البيانات. النهارده المربي الناجح لازم يشتغل بالارقام، معدل استهلاك العلف ووزن الطائر ونسبه النافق ومؤشرات الانتاج، وكل ده بيتسجل وبيتحلل على انظمه داتا مانجمنت هتساعده ياخد قرارات اسرع وادق. يعني احنا انتقلنا من تربيه شبه يدويه لصناعه متكامله بتجمع بين العلم والتكنولوجيا واداره الانتاج على اعلى مستوى. لو كنت بتربي دواجن من 20 سنه، ايه اكتر فرق لاحظته بنفسك؟ استنوني الحلقه الجايه هنتكلم على الفروقات بين التربيه التقليديه والتربيه الحديثه وايه فيهم يناسبك اكتر.